يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم عن موجز تلخيص عن وضع السودان. السودان يا جماعة زمان قبل 20 سنة السودان كان وضعه كيف؟ زمن الزول ده كان رئيس للسودان، السودان كان كيف؟ وزمن السيد المشير عمر حسن أحمد البشير هو كان رئيس للسودان، حس السودان كيف؟ يا ما بجت لو قلنا نتكلم عن السودان زمان والسودان حس عنده فرق بين السماء والأرض. الناس بطلوا بيقولوا إسيان مدني. إسيان مدني في شنو؟ سكر بقى خالي. زمن الزول اللي قبل شوية شفتوه رئيس في كان سكر يا جماعة؟ صراحة كده في سكر؟ ما في سكر. الناس كان بيشرب الشاي بالبلة، صح ولا ما صح؟ أي زول عاشر زمن 20 سنة بعرف الكلام ده. وقبل 20 سنة يا جماعة في كان ستمروي، قبل 20 سنة في كان ثورة تعليمية. طبعا الكلام ده كله ما في. ليه يا جماعة نشوفوا بس الشيء السلبي؟ بس الحكومة قصرت، الحكومة قصرت، الحكومة قصرت. يا جماعة هنا بنشوفوا في الناس ده الشيء الإيجابي. عملوا فينا شنو؟ الحمد لله كان السودان قبل 20 سنة لا يوجد خدمات صحية، لا خدمات طبية، لا خدمات تعليمية، ولا متوفر أمن، وحرب الجنوب الطاحنة شغالة. شباب السودان بموتوا بالآلاف من المرض من الحرب. لكن هسه الحمد لله الحرب وقف. ناس بيقولوا الجنوب يتفصل، السودان يتقسم لدولتين. ما هو خيارين، أو يستمر الحرب أو السودان يتقسم. لو الحرب مستمر يا جماعة ما كان يوجد شباب حتى ينشوا لهم وزارة الشباب الرياضة. كان للزمن ده السودان بيكون خالي من أي شباب. لشنو؟ تقول لي لشنو؟ لأنه الشباب كلهم هيموتوا في الحرب، كلهم عن بكرة أبيهم يمشي يموتوا في الحرب. لكن جات الحكومة بوعي آلي برمز قيادة وطنية راشدة، أدت خيار الشعب السوداني أهم من كل شيء، وقعت للسلام. السلام هو كان بتحقيق مصير، وفعلا انفصل الجنوب. ليه يا جماعة لما نشوف الشيء الإيجابي فيه؟ أطفوا نارا للحرب أكتر من أخدين من الزمن. يا جماعة ده وضع السودان. السودان مرصود عليه من أجندة خارجية. الليلة السودان كل الدول الأوروبية يعني قاصداه قصد مباشر، يقولوا رئيسكم كده ورئيسكم كده. هو مقصود السودان، ما مقصود الرئيس، مقصود الشعب السوداني. وليلة يا جماعة الناس اللي بيقولوا إسيان المدني وهم قاعدين في أوروبا وقاعدين في أمريكا، وإسيان المدني يا شعب السوداني أصله. أنت لو سألناك المدن مناطق بتاعت السودان عارفها كلها؟ ما بتعرفها والله. لو سألناك انت ليلة الشعب السوداني رطل السكر بكم بتعرفه؟ ما بتعرفه. قاعد لنا في أوروبا تقول الشعب السوداني نهض، والشعب السوداني داير يطلع، والشعب السوداني من الإسيان المدني يتحول لثورة، والشعب السوداني انت داير تجوع الشعب السوداني؟ انت داير الشعب السوداني يقع زي سوريا ولا ليبيا ولا العراق؟ لا، الشعب السوداني ده واعي. انت مفتكر الشعب السوداني زي الشعب الليبي يا مخفل انت؟ لا، الشعب السوداني واعي، الشعب السوداني متعلم. انت قاعد انت نفسك قاعد في اوروبا وبتستخله هنا، تطلع ما اعرف لك وبس بالفيس وبالما اعرف لك. كلامك ده منو البصمه لك؟ كلامك ده امشي عمله في حته تانية. والله يقدرك تعال السودان وشوف البحث شنو. انت تاني بتقدر تجي السودان؟ ما هتقدر، ما هتقدر تجي السودان، لانك قاعد في اسرائيل وقاعد في اوروبا، وبيت وطنك بدولارات، عبارة عن دولارات تتحسب عدد الأصابع. لكن الشعب السوداني أكبر من أي شيء. يا جماعة ما في حاجة غير الدعوات. أتقوا لأنه الحكومة دي والله عملته فينا ما سهل، ما سهل والله. كان السودان قبل 20 سنة كيف، وحس بقى كيف. والحمد لله، وربنا يوفقهم وجزاهم الله خير. إن شاء الله الزيادات دي بسيطة جدا وتتحسن في الأيام الجاية. بس دعوات. وشكرا جزيلا، كتر خيركم، وإن شاء الله الخادم أحلى.